اقول لك شيء، بقول لك شيء وراك شغل. بقول لك شيء في برامج الواقع. الحين انا بسالك سؤال، اليوم جابوك مع واحد ما تمون عليه. انا مو دقيقه هنا في الميزان وسكنوك معه، مضبوط؟ اوكي. اول ما تسكن معه تلقاك يمكن حتى يا شيخ ما تطلع ثوبك قدام. ايه ثاني يوم ثالث يوم تطلع بالمنشفه. اوكي. صح؟ ايه. طيب احنا جينا في برنامج الواقع اول اسبوع بعدها تقوم سوا، هذا يتروش، هذا يغسل، ذا يطبخ، ذا ياخذ فنيلتك، تنفك ما عندك جوال تشوف التلفزيون. أنا مقتنع. تنزل عصريه شيبان تطبخ، انا قابلت مغرب عشاء، اللهم في مايك وانت قابلتكم بعد ما طلعتوا. طيب انتم اخويا حلو ومع بعض ممتاز شهاده الله. لكن اذا ما هي بزينه ودك يعني ما تقدر. سلام لين الحين انت ايش ندمت عليه؟ وش اللي تبي تحققه؟ لقطات الكار. سلام كل اخوياك ندمانين عليها زي. لا بقول لك شيء، لك عن اهلك شهرين عيالك واخوان ولا تدري. والله يا بندر والله اني كنت كاتب مذكره ولقيت اول يوم جانا جوال. لو تشوف كالعيال انت ترتاح. اوكي تحت تدري وين نكلم؟ في دوره مياه الله يكرمك صافين طابور. لو تشوف بكال العيال اللي ما ردوا اهلهم يطلع ردوا اهلك. تعرف كذا ناخذ الجوال نقول معله هذا حق هذا اوكي يا عيال. كان يمر علينا ايام ليش ما بعدين انت منضغط. ليش ما منافسه عشان ما تفهم غلط. انا ما بيك تبكي على الهواء عشان الناس ما يمسكون عليك بعدين. هذا الهدف اللي عندي. انت جاك الشيء ذا على الهواء. طيب بقول لك شيء، احنا جالسين هنا صح؟ احنا كم واحد في الكادر؟ اثنين. ممتاز. ارحب بالساعه ندربه. تعال استريح. عم فرحان يوم جاي ابتسي طمر. طيب ايوه طمر راح وين؟ سؤال بقول لك شيء بندر. احنا هنا ثلاثه صح في الكادر. بكينا ممتاز. طلع واحد رحت انا ورا الباب وبكيت. سلام عليك. يجيبك تعال اللقطه عليك. ها ما مخرج يا اخي ختام البرنامج. انا وواحد اسمه عزيز محمد وين رايحين؟ رايحين في المغسله، غساله وكوايه وبلاط قدام الله يعزك دوره مياه. ما بزين هلك يا اخي. لا قطنا من الكاميرا اللي في الحوش جايبنا. شوف اللقطه الى الحين جنبنا غساله وفي عيال ورا الغساله يبكون. ليش وش يبى؟ يبى يظهر الواقعيه، يبى البرنامج يضرب. لا يا اخي بس اخوانك يعني ما عندك قدام يزعلون ورعانك يزعلون حياتك. ما في مشكله الهرجه. في ناس والله ان كنت ان في كاميرات مع الوقت ننسى. اوكي حلو. تتعايش في امور احاول اني ما اعيشها على الكاميرا. اطلع اروح هناك يصيبك. بعدين المكان اللي تنحاش منه على الكاميرا انت مخرج وعارف. لو اليوم رحت في المدرج ابكي تجيبه. انت تبغى الحدث ذات. انا ما بي الموضوع بعد 4 سنين يا سلطان. انت بترجع تتابع اليوتيوب. رجع من الحين يقول لك ودي احذف من الحين ما بعد 4 سنين. ليه؟ هذا اللي انا ما بيك تصير. مع اني ما اشوف انه تقليل من الشخصيه. ما هو تقليل بس انا ما تقليل ما تقليل بس انا يا اخي اذا شفت احد يبكي انجرح يا اخي. كيف عيالك يشوفون؟ طيب اقول لك شيء. بعضهم اللي جاي يطلع تجي ايش يقول لنا؟ وش تبوني يوصل لاهلكم اذا ما عندنا خاصه اول اسابيع البرنامج؟ له رقه هذا رقم حرق فيها والله يا بندر حرام صدق اني اكتب له هذا رقم اخوي دق وطمنه وسلمني. ولا جيت ولا جاك مرسول ارسل زياد الشهري ولا احد مقدمين خليه يعلمني فلان وش سوى وفلان يقول اخوي عنده عمليه خاصه اول شهر في البرنامج. ويوم انك تدري الرساله دي بتروح لاهلك ما تدري شو وضعهم تبكي يا ولد. تدري اذا بيروح لاهله يقول بعدين بعد الحين تدري شو يقول لك؟ تحس احسها اوفر. يجلس يعني لو انك لا في يوم انا معك. هو بغيتي انا بيبكي. انا ببكي دقيقه. لا اوفر والله. لا هو ترى 90 يوم. طيب لا هو انه كان مجبور على الشيء ذا. ايه مو هو مجبور. هلا انت دخلت بارادتك. ارادتك زي العسكريه تدخل بارادتك. لا بعض الناس خلاص عسكريه انا لازم ادخل. ايه هذا عسكريه هم عسكريه. لا الرجال دخل يبغى يشارك. دقيقه بس. يا ابو بتال بندر مستقل بندر عندك بس. طراه اي انا اقول له انه انت دخولك للبرنامج ما انت مجبور اراده عشان تحزن للدرجه دي في اول سنه. انا ما احزن من البرنامج. مو من البرنامج هو يحزن من اخويا الكل. انا بسالك فرقه شينه. طيب اسالك سؤال لكن هل تشوف اللي انا اتكلم فيه لا تقول لي القناعه اللي بيني وبينك وش هي؟ انك تندم على المقاطع دي وانت تقول ندمت خلاص. انا غير إن في مقاطع يمكن الحين حلوه وبعدين تصير ما هي بحلوه. صح. انا كنت اقول للعيال يا عيال اي بعدين كانوا في مزحات يمكن ما اقبلها اجيهم اقول عيال الشيء هذا فكوني منه انا ما ابغى. لا بالعكس قلت عيال سؤال. واحد من العيال كان في موضوع معي قلت سؤال قالوا شو؟ قلت انت بعد 10 سنوات لا جالك عيال ترضى ان المقطع ذا تشوفه؟ قال لا. قلت خلاص ترى هذا سي في لك بعد 10 سنوات.
احفظ، اعرف، امزح، اضحك، شبابك. موثق كل مع شيء. ان بعض الامور ما ودك انها توثق كل شيء، يعني بعض الامور هذه مصيبة طيب. لحظتها حلوه. اليوم انا ما لا تبي مزحت تشوفها مع بعدين. احمد يا أخي جوالك بس بعدين جوالك ما هي وجوالك وانت متصور بارادتك يجي لك فتره تندم إنك تحذف صورت بعض هذا. الصور. إيه. صح. فانا اقول لك هذه تبقى للتاريخ. المفروض انت اول ما دخلت بالذات انت لك ارث يعني قديم. حلو. انت اعلام تدخل تقول يا الربع ابكى قدام الناس ذا والله صدق يمكن يجرح امك يا اخي يجرح ابوك ما هي مشكله. الشيء اللي موجود في برامج الواقع يألفون شوفتك. اليوم يشوفك شخص عادي، بكره يمكن يدورك. انتم كم واحد 30 في الشاشه، بكره يشوفك عادي، بعد يمكن يشوف ما عندك شيء، بس بعد شهر يشوف بندر وشوف زي ما نشوف بعض. احنا اول مره جينا بعض المهرجان صح. نشوف بعض عادي صح. تقبل واحدتين بعدين تألف. هو صار يشوفه يا شيخ لدرجه ان بعض الناس ابوان امهات نقابلهم في الاماكن العامه يقول سلطان والله يوم اكلمك بالكلام ذا لا تحس ان فيني نقص ولا شيء، انا اشوفك مثل واحد من عيالي، انا شايفك في البرنامج 90 يوم، خلاص 3 شهور عيالي يمكن ما يجلسون معي جزء من يومه. حرام في اليوم الوطني. والسالفه ذي ما قد قلتها لكن قلت بقولها والله ان جايتني مرض كبير. تقول ولدي في ال3 شهور، تقول ما اقول انها في 3 شهور ما جلس معي تقول انت 12 ساعه اشوفك في البث ايه والفت شوفتك وعشناك اشوفك مثل واحد من عيال، ضحكتك فجاه كذا تروح من الشاشه والله صح. تقول في يوم اهردك الحين وامون عليك ترى ماني بقليله انا هذا مره السبب اللي كبيره. يخلي اللي يطلعون من البرامج عندهم قاعده جماهيريه كبيره. ايه ليش هذا السبب. ليش السبب؟ دقيقة أنا بسألك سؤال. ليش الحين المخرج ما يطلع شخص إذا يصيب لاعب في الملعب ليش يروح للجمهور؟ إيه. يترك اللاعب. اي نعم. خاصة اذا صابك المشاعر من؟ هلا لأهله وجمهوره. أنا ليش هذه في المنافسه الرياضيه في منافسة ما تطلع اللي يكسر أهل الشخص. هذا أدب إعلامي. الرياضه جمهورها اقدر اقول له رسوم وحواف صح؟ إيه؟ جمهور واقع ما له رسوم حواف. جمهور واقع اليوم شريحه بكره شريحه ثانيه. جمهور الواقع يعيش على الجودة، انك تعيش الواقعيه، الحزن، الدموع. بعض البرامج يمكن ما يضرب بها الا مشهد محزن تجيب لها متابعين. سلام عليك. لا شوف زي مشهد ما اقول يتعمد مشهد كنت والمري اللي إيه؟ يا رجال اللي غبن انا انا بعد ما فزت انت رحت تابعت. طيب هذاك قبل تدري إيه قبل اطلع أنا غبنت. اني انا واحد من العيال نبكي من القهر. ايه ليش تقهر الرجال زي كذا؟ ليش تغثي يا اخي؟ واقع خليه يصحى من النوم وياكل ويلعب ويعدي ويمشي. ليش تغثي؟ منافسه. ما مناسبة. ذي ما الحين غثي. مع البث اللي خلاص كم ساعه البث؟ 12 ساعه. يوم يومين اكثر من 12. اوكي اول يومين 3 انت عارف انك بث كاميرا. كيف قدرت تعيش حياه 12 ساعه عارف انك قدام بث ما تجيب العيد لا في كلام جمله سيئه نقولها في حياتنا العاديه نقولها صح. كيف قدرت تخطى ذي؟ انا احس بجيب العيد بتحمل يوم يومين بيجي يوم امزح معك بعطيك كلمه هي كذا حظ سيئه. هي حظ توفيق. ويمكن من الامور اللي كسبناها في البرنامج اول يوم كنا متحرصين مره وحين بعدين ترى مع الوقت تعود ما حد يتزل لسانه تصير عادي. في زلل صار وطلع الشاشه وفي زلل انقطع هوا يمدي. كان عندهم شو يسمونه يا بندر تاخير البث دقيقه شو اسمه ايه صدقت شو اسمه بندر تاخير البث عشان لو تأخير صار شيء البث تقطع. ديلي ديليه هذا كم في يطلع على اللي 15 ثانية انتم لا الى 30 ثانية. لا دقيقة انتم تلعبين فيه عشان تمشون شيء. هذا المفروض هذا المفروض اللي يصير عندهم اصلا. انتم المفروض بثكم يتاخر بالكثير 3 دقائق. لو صار كارثة على الهواء مثل ذاك اللي طاح وانكسرت يده علي اللي انت توقفت في يده. بهاج. ايه كيف يا اخي كيف حال امه بالله كيف والله ترى انا اوقات هذاك رحت يعني لدرجه اني تهوشت معه من جوا قلت اقطعه هو شيلوه يعني يا خالد. طيب بقول لك شيء تاخير دقيقه بعض الاحيان يجي نقاش طق دائما سكريبت لفظ ندري ان جاء قطع يجينا المخرج ويجي هده كويس. اي بس ما عاد نعتمد عليها كليا لان اذا تكرر من كل خطا تمنع من البث فتره عرفت. ففعلا الشيء ذا ترى كنت انا خايف صعب. تدري اكثر سؤال اتمنى توفيق والله انا توفيق من بعض الاحيان يزلون الناس بالسلهه وما عليك وبعض الاحيان تطلع وبعض الاحيان لا نتعود. وش يصير لو طلعت من كلمه مره سيئه انذار ولا تطلع من برنامج اجتماع حصل ان شخص تكلم
اجتماع من الاداره وكلام قوي يا شيخ، بنروح الوجه الشيء لا اللي انا بدك بقول لك كله ما شيء، صار. والله بقولها وشهاده الله انتم احسن برنامج. هين ما شاء الله. كل اللي معك ريجين والله. بس انا شفت شيء ثاني، يستاهلون ولا قصور. والله شفت شيء ثاني ما احسن يا ولد. قلة حيل استغفر، ما بتلحق احد، بس انتم ريجين يا اخي. الحمد لله وفقنا الله، وهي توفيق، مساله توفيق، اللهم لك الحمد. اذكر ان انا جاني قبل اسبوع محمد خبر اللي جانا عند الجيب. يومني جيت انا وناصر محمد بنروح الغرابي، يوم شريت الجيب قبل ما في واحد لقيته بيوقف مكاني اللي يعرفني ذاك، قال سلطان، قلت هلا. قال عمري انا من اول حسب البرامج دي والله يعني خاصة في فئة من الشباب ما توقع يعني اقدر اقول من 25 يسولفون عن النت، يعلمنا قصة الى 35 الى 35 ما تتوقع. اي قال والله انا عمري 28 اني ما عمري تابعت برامج، تابعت سكريبت، متابع لدرجه اني كم عمره؟ 28 اني متعلق فيكم يا ولد وانا رجال ما عمري تابعت برامج. فهي مسألة توفيق. الحين يشرحونك عمر ببكي والله ببكي يعني. البرنامج صدق والله صار تعطي كلمتين الحين. ترى فرحان يقول شيء، يقول مهيئ. وجهي تغير والله جفونه طالع من يوم طلع من البرنامج. حتى بندر يقول جفونك السنة اشوفه بالكاميرا غير. لا والله الساعة ما قدرت اجي البرنامج، قلت 3 ساعات، قلت 3 ساعات عشان الجمهور هذا يا اخي يبغون المركز الاول، يبغون المركز الاول. فهذا اللي خلاني